طبختنا هي الفاصوليا باللحمة، طبعا محدى رز. طبختنا مؤلفة من الفاصوليا الخضراء منظفة ومقطعة، بندورة مقطعة، طبعا لحمة غنم راس العصفور مثل ما بنقلها بسوريا، توم مقطع 4-5 اسنان توم، وشي 4 اسنان توم مدقوق، وعنا بهارات الطبخة اللي هي فلفل الأسود، بهارات 7 بهارات مشكلة، الكاري، الكركم، فلفلة حمراء يابسة، بابريكا، والملح أكيد. يلا نطبق طبختنا سوا. هلا بنبدأ سوا نطبق طبختنا. بنحط توم المقطع مع شوية زيت مازولا، يعني زيت واللي بيحب يضيف كمان زيت الزيتون ما في مانع. انا بطبخ كمان بزيت الزيتون احيانا. وما بنستنى انه تتقلى التومة، بنحط فورا لحمتنا ومنقلبها، منبهرها شوي ومنملحها ومنرجع منقلبها. بنقلب اللحمة مع الثوم بس شوي لحتى شوي تتهوس او انه تاخد لون بسيط. رح اضيف لها فورا الملح للحمة، شوية ملح، مو كل ملح الطبخة لا، شوية ملح وشوية بهار مشكل. هاي بهارات مشكلة بنضيف لها شوية بهار أسود. رح خلي الفلفلة الحمراء والكركم. أنا بستخدم الكركم دائما لأنه مفيد كتير بأي طبخة فيها مرقة حمراء، فبتضيع طعمته مشان الأولاد يتقبلوه، العيلة تتقبله. هو طعمته مانا سيئة، بس بجوز نحنا مانا كتير متعودين عليها، فبمرقه بأي طبخة. بندورة طبخة مع جانبيتا رز، مع البامية، مع كله بحط له شوية كاري. هلا طبعا نحنا ما راح نضيف لها مي للحمة ابدا، راح نقليها شوي صغيرة، شوي مثل هيك يصير لونها مثل هاللون هيك. او نحط فوقها فورا الفاصوليا الخضراء مثل ما عملنا بالفاصوليا بالزيت حلقات سابقة، انه ما بنحط مي. نحنا بنحط فاصوليتنا فوق هاللحمات المقليين شوي، ومننوص تماما لحتى يستووا هن الاثنين مع بعضهم. تطلع شوية مي من اللحمة وشوية مي من الفاصوليا. اللي بيحب يحط سمنة او زبدة كمان بتعطي طعمة طيبة، بس انا لانه حاطة لحمة غنم هي مانا مدهنة كتير بجوز ما استخدم، حسب شوف شوي. اذا بحب اضيف شوي ممكن، بس هيك كتير منيح، هيك كتير منيح. هلا رح احط الفاصوليا. حط فاصوليتي، فاصوليا ما رح خلط، رح خلي اللحمة تحت، خلي الفاصوليا هيك، وفورا رح نوص كتير وغطي الطنجرة. وبستناها كمان هي بتطلع مي منها لحالها. والبندورة انا عندي فيها مي منيح، هي بندورتي فيها مرقة، واللي بيحب المرقة كتيرة مع الفاصوليا محدب الرز ممكن كمان يضيف شوية مي او يضيف شراب البندورة المعصورة، كله بيصير. بنرجع بشوفكن وقت اللي تستوي الفاصوليا.
شايفين أعزائي شلون هلأ استوت الفاصوليا عنا وما طولت أبدا، شي ربع ساعة كمان تقريبا. شوفوا المرقة يلي طلعت منها، أنا ما ضفتلها نهائيا ولا نقطة مي، استوت على الهبال على البخار تبعها من مية اللحمة ومية الفاصوليا نفسها. أنا هون البندورة يلي مقطعتها وحاططها وفيها مرقة، يعني هي طالعة منها مي كمان حطيت جميع أنواع البهارات اللي كنت قلت لكم عنها مع الملح وبحركهم والثوم المدقوق، وهلا بضيفهم على الطبخة احسن ما احط كل واحد لحاله. هي بحطهم وبقوي النار لحتى تغلي يغلوا مع بعضهم. هي حطيناهم ونخلطهم وبنتركهم ليغلوا، وهلا بين ما يغلوا شي 10 دقايق ويستووا رح نعمل الرز مع بعضنا. هي رح ارجع غطيهم وقوي النار تحتهم. هي قوينا النار وهي غطيناهم. هلا رح نعمل مع بعضنا الرز بالشعيرية. رح حط انا حاطة زبدة وزيت نباتي، وهي رح نحط شوية شعيرية. انا بحب شوي الشعيرية تكون كتيرة بالرز. هي منحمرة وبعدين منحط الرز. انا هون ناقعة مغسلة وناقعة كاستين رز نص ساعة بمي سخنة شوي. ايه هلا منحمره. هون بلشت الفاصوليا، هي تقريبا استوت. رح ننوص شوي خليها تغلي شي 10 دقايق. ايه هلا رح حمرها وبشوفكم وقت حط الرز وعير المي. هي شايفين شلون هي الشعيرية صار لونها كتير حلو. هلا انا صفيت الرز رح ضيفه فوق الشعيرية. هي الرز المصري القصير رح ضيفه وقليه وحركه مع الشعيريات. هي هلا كلهم كل حبة رز تغلفت بالزبدة والزيت. هيك كتير مناسب الوضع. رح حط الملح، رح ملح وعير المي لكل كاسة رز قصير مصري، يعني منقوع، شرط انه يكون منقوع. كاسة مي ونحنا منقدر منشوف. دايما انا بستخدم الملح الخشن بالطبخات، بحس انه احسن. هي مي مغلية، هي كاسة وهي سخنة تنتهي. هلا رح حرك وشوف. وطبعا انا وهو بس عم يستوي، اذا نشفت المي كلها ولسه ما استوى الرز، بس هيك كتير منيح. رح حط الغطا خليه استناه ليغلي ونوص على الاخر طبعا، وبطل عليه لانه بدي ارجع اضيف له زيت زيتون بس تنشف ميته ويكون قرب يستوي. هلا غطيته وراح نوص على الاخر. قبل ما نوص عفوا، بس ليغلي بنوص على التمام على الاخر. تقريبا هلا الرز
تقريبا استوى، ليكو كل حبة وحبتها طلع بجنن. هلا رح احط معلقة سكب كبيرة زيت قبل ما اطفي بشي 5 دقايق، وبحركهم تحريكة واحدة. هلا بتشوفوا كيف هي معلقة الزيت كتير بتأثر، كتير بيطلع طيب، وبيفتح الرز، وبتطلع شكل الرز زي غير شكل عم تلمع. وطعمة زيت الزيتون خصوصا اذا كان زيت ظريف بيطلع الرز غير شكل. هلا ببلش من الطراف اقلبهم شوي شوي، ليكوا كيف مستويين. اقلبهم هيك من الطراف للوسط، من الطراف للوسط كلهم هيك، ما بيتخبص شي عندي. شايفين رغم انه هذا رز قصير كيف الحبة كلها مفتحة، الحبات كلها مفتحة وكلها هلأ صارت مغمورة بزيت الزيتون. رح سكر عليها شي 5 دقايق او 7 دقايق واسكبها. وهي الفاصوليا شوفوا هون استوت طيبة كتير، شوفوا حتى اللحمة استوت، طفيت تحتها مع البندورة المقطعة، هي لحمة الغنم مستوية، وهي الفاصوليا كتير كتير شهية. وشوفوا شلون الفليفلة الحمراء عطتها هاللون الحلو كتير، الفليفلة الناعمة الحمراء الحلوة. طبعا اللي بيحب حد كمان ممكن يضيف حد حسب اختياركم. هلأ 10 دقايق رح اسكب وورجيكم كيف طلع الرز والفاصوليا عندي. بشكل النهائي هي الفاصوليا الخضراء باللحمة ومحدى الرز. هي الرز اذا لاحظتوا كل حبة بحبتها، وطعمته بتجنن، طعمته بالزبدة وزيت الزيتون كتير ناجح. وانا راشة فوقه شوية فلفل اسود كمان بيعطي طعمة طيبة، للي بيحب هذا اختياري. وطبعا عزيزي مريض السكري تقدر تاكل قد ما بدك من الفاصوليا مع اللحمة لحالها، بتصب وبتاكل بالمعلقة بدون الرز. واذا كبداية اشتهيت كتير كتير ممكن تاكل معلقتين، بس بعديهم بدك تمشي، بعد الظهر بدك تطلع تمشي لحتى تحرق كل شي هالمعلقتين اللي اكلتهم. هي كبداية، بعدين بتتعود تاكل كل شي مثل ما انا تعودت، بلا رز وبلا برغل وبلا خبز وبلا معكرونة وبلا كل هالكربوهيدرات الضارة لإلنا. وانا بنصحك قبل ما تاكل اي وجبة خصوصا الغداء انه تاكل صحن سلطة كبير، بعدين تبلش بالطبق الرئيسي، بتشبع وما بتحس حالك محروم. وبالعكس كتير الخضر مفيدة بالنسبة لك. ان شاء الله يكون طبقنا اليوم عجبكم. اهلا وسهلا فيكم.